يا مساء افريقيا. اول حاجه اعذروني بس على صوتي، عندي دور برد شنيع، انتوا عارفين البرد لا يرحم احد في هذه الاجواء الجميله. تاني حاجه، هو احنا كمنتخب مصر لو ابتدينا بدايه قويه هيقولوا لنا يلا اطلعوا من البطوله، مالكوش نصيب مثلا في البطوله؟ انا ليه اتعادل مع موزمبيق؟ ده انا كمان كنت هخسر لولا ضربه الجزاء اللي جت في الدقيقه الاخيره اللي شاطها صلاح. تعالوا على طول نتكلم في التفاصيل. وانا بالنسبه لي الملام الاول على المباراه اللي انا شفتها والاداء ده هو فيتوريا. اول التوظيف الخاطئ لبعض اللاعبين، لعدم تصحيحه للاخطاء، للتغييرات اللي مش مفهومه. المباراه دي للنسيان، ودي من اسوأ المباريات اللي انا شفتها لمنتخب مصر مع فيتوريا واللاعبين عندهم افضل من كده. هعتبر كأن البطوله دي احنا لسه ما جيناش واحنا لسه بنحمس. ان شاء الله المنتخب قادر ان هو في المباريات اللي جايه يعمل اداء افضل من كده ونصعد. مضايقني بجد ان تقريبا كل الناس كانت داخله المباراه دي بتوقعات عاليه جدا، لو احنا هنكسب موزمبيق. دي موزمبيق يعني، مع احترامي الكامل ليهم يعني. وفعلا انت بدأت المباراه بكده، اللي هو انت اديتني الامل، عارف، اديتني كل حاجه وفي لحظه خدت مني كل حاجه. فعلا في الدقيقه الثانيه كوره بتلعب محمد حمدي، صلاح بيتجلي مصطفى محمد. عارفين فاكرين مدحت شلبي لما كان بيقول القطه والبطه والنطه والحطه واللفه والاستلام؟ هو ده المهاجم يا جماعه، من ربع فرصه قدر ان هو يسجل هدف رائع. فانا اللي هو بقى اتعشمت، ده انا هتفرج بقى على مباراه لمنتخب مصر هنكسب 3-4. كان حاصل اول تلت ساعه كوره، فاكرين اللونج باص اللي قطعها تريزيجيه من صلاح لمصطفى محمد، يمكن هي جنحت منه معرفش يتعامل معاه. بعديها الكوره اللي كانت مصطفى محمد لصلاح تشيب باص لتريزيجيه، عارف اللي هو جنب المرمى. قاعده متضايقه من الفرص اللي بتضيع، بس بقول تمام. وفجاه بعد تلت ساعه دخلت موزمبيق معاك الجيم. ده اللي بيحصل يا ربي، كوبي بيست. لما بتفرج على مباريات الاهلي كده هم يقعدوا يضيعوا في الفرص، فالفرقه الثانيه تدخل معاك بقى وتبقى ند ليك، وهي اصلا ما كانتش موجوده في المباراه. ما تسالنيش وتقولي هو حصل ايه لمنتخب مصر بعد تلت ساعه. يعني انا مش عارفه دي كانت رطوبه ولا ده كان اجهاد بدني ولا ايه اللي حصل، ولا هو مفيش روح. بس انا فجاه لقيت فيه تفكك. اول حاجه، المنتخب كان عنده مشكله كبيره جدا في خط النص. يعني عارف اللي هو الشوط الاولاني كل الناس خارجه بتقول خط النص عنده مشاكل في الارتداد الدفاعي. عندك مشكله في الضغط. احنا المفروض كنا بنضغط في اوقات ضغط عالي واوقات ضغط متوسط. تلاقي ان انت بتضغط بلاعب او اتنين، طب خد بقى الكور استلم. طب ضغطت بلاعب واحد واستلمتها، طب هتعمل ايه بعد كده؟ لا بنقف. العكسيه اللي عمالين نتكلم عنها، فاكرين من ماتش تنزانيا؟ بس هنا بقى في ازهى صورها. يعني الشناوي صد كورتين ما يتصدوش. نفس الجبهه بتاعت حمدي، هما كانوا مستغلينها اسوأ استغلال، ومفيش اي حد بيرجع يغطي، سواء بقى من خط النص او تريزيجيه يرجع ان هو يغطي. لا ده ما بيحصلش. فهم سايبين حمدي وهاني في مرمى الرياح. عماله تتكرر يا فيتوريا. انت شفتها اول مره والشناوي طلع تصدى ليها، تاني مره حمدي كان هيجيب هو فينا جون والشناوي الحمد لله طلعها. المفروض بقى انت تاخد بالك، اعمل اي حاجه. هو فيتوريا قاعد يتفرج زيه زينا على المشاكل اللي كانت موجوده. هو بقى كان عنده تصور ان الشناوي هيفضل يتصدى وهي هجمه او هجمتين زي اللي حصلوا في ماتش تنزانيا اللي خدعوا يمكن، وقال لك خلاص مش هيحصل حاجه، كمل الماتش على كده. في الافكار الهجوميه بقى انت تحولت، انت بتلعب موزمبيق على الكاونتر اتاك، فانت مره بتعمله حتى صح ومره مش ظابط. بنلعب لونج باص طويله جدا مش لحد، ابتدى يبقى عندنا ميس باص كتير. في بعض الافكار كده فيتوريا كان بيحاول يطبقها، فكره ان هو هاني وزيزو وصلاح، ان انت تلعب ما بين هاني وزيزو. لو هاني دخل العمق صلاح يجي، زيزو عفوا يجي هو على الطرف كجناح. يمكن اتنفذت مره واحده بس اللي كانت مظبوطه وطلعت بعد كده ركنيه. عدا عن كده كلها بقى مجهودات فرديه، سواء حد بيقطع الكوره زيزو او حمدي فتحي فبيبصيها لمصطفى محمد. الحسنه الوحيده فعلا في المباراه هو مصطفى محمد. يعني انت لو هتنتقد اللاعبين كلها ما تتكلمش عن مصطفى محمد ربع كلمه. هو صنع لك فعلا يعني كوره من العدم، ربع فرصه جاب لك هدف، هو اللي عامل لك ضربه الجزاء. يعني كانت في مشكله في التغطيه العكسيه عند حمدي، فهي برده كانت كوبي بيست عند هاني. بس اللاعبين اصلا موزمبيق لان هم برده قدراتهم مش افضل حاجه ما كانوش مستغلينها. انت اضطريت اصلا بعد كده لما لقيت الجبهه بتاعت هاني هيبتدوا يستغلوها ترجع النني وراه. طب انت رجعت النني اوكي يدافع ورا هاني، ودي الجبهه اصلا اللي فيها زيزو. مين بقى هتحطه في خط النص؟ يعني مين هتحطه بقى في النص وانت رامي اصلا حمدي شمال؟ فاضطريت ترحل حمدي يبقى في النص. بقى في مساحات كبيره جدا في خط النص غير مستغله اصلا. هو بتقول للاعيبه موزمبيق يلا بقى اهو مساحات، يلا شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. الفريق بجد بتاع موزمبيق انت لو بصيت عليه اداؤه الدفاعي، يعني النني ساعات كان بيعمل كور لصلاح بتوصل
ان انت التنفيذ بتاع اللمسه الاخيره كان عندك مشكله فيه كبير، بس هم كانوا عندهم مناطق كتير كنت تقدر تلعب عليها. قلنا خلاص مفيش مشكله، فيتوريا اتعلم عادي، ما بيحصلش حاجه من الاخطاء. هو موظف صراحه 4-4-2، وانا مش فاهمه هو بيلعب بيها كده ليه، ما انت عمال تلعب 4-3-3 وماشيه معاه. قلنا خلاص الشوط الثاني لازم كنت تطلع حد من خط النص، حمدي فتحي زيزو، وتنزل مروان عطيه وشويه، وكان لازم بقى تنزل امام عاشور. انت لازم كنت تسحب الاثنين وتنزل منهم فعلا حد. فهو بقى قرر فيتوريا ينزل عمر كمال عبد الواحد ومرموش. مع احترامي الكبير جدا، انا مش بتكلم ان مرموش او عمر كمال عبد الواحد عندهم مشاكل، بتكلم احنا عندنا مشكله في خط النص، انت سبتها ما عالجتهاش، تغير مركز بمركز، اكن المشكله في اللعيب. انا ابقى معاك جدا نغير مركز بمركز لما يكون الفرقه كلها ماشيه والمهاجم مثلا مش مقضي افضل حاجه، الجناح فاشل جناح ونزل جناح. كان هي المنظومه كلها كان فيها خلل في خط النص، مؤثر على الدفاع ومؤثر على الهجوم. فانت لما نزلت جناح وباك اكيد مش هيعملوا حاجه. تغيير كوكا برضو بالنسبه لي، انت طول الوقت ما بتدلوش فرص وكنت بتنزل كهربا. المره دي بقى اللي اخترت اصلا تلعب بكوكا، بعدين كوكا يعني هتعمل له عرضيات، فانت شلت زيزو اللي بيعمل عرضيات. والباكات عندنا بجد يا جماعه بيعملوا عرضيات مش معقول يعني بيعملوها سيئه كده ازاي، مفيش اي حاجه واصله لكوكا، فانت مش مستفيد بيه بحاجه. انت نزلته ليه؟ لا مش عارف. طب انت قررت خلاص هتلعب الكل في الكل، ما كنت تنزل مهاجم تاني، ما كنت تستخدم مصطفى فتحي. امام عاشور اللي انت منزله يصنع الاداء انت اخرته لان خلاص ما بقاش في حد غير هو، ولو الاتنين تقدموا كان هيبقى عندك الدفاع فيه مشاكل كبير، وهو بقى هنا نقطه عند الدفاع. الهدف الاولاني احنا حمدي فتحي وحمدي بيتفرجوا عليه وهو عمال يرفع العرضيه، واللاعب بياخد الكوره ما بين منعم وحجازي، الاثنين برضو كانوا بيتفرجوا عليه، خد الجامب وجاب الهدف الاولاني. خلاص احنا اتعلمنا من الدرس وعندنا مشكله. لا، منعم النهارده كان مصمم يعمل كارثه فعلا. في الهدف الثاني بتتاخد الكره منه وبتتقطع، حجازي بيعمل تاكلينج ما بتظبطش معاه، فالمهاجم بيلاقي فجاه نفسه هو الجول فبيسجلوا الهدف الثاني. فمن ان انت كنت مأدي اداء كويس لان انت متاخر على موزمبيق. روي فيتوريا فعلا عليه ان هو يعني ينسف المباراه دي ويراجع الافكار اللي عنده، عايزين يصحح المباراه قبل مباراه غانا. المباراه مش هتكون سهله لان غانا النهارده اتغلبت من كاب فيردي، فماتش فعلا هيكون صعب جدا ما بينك وما بين غانا. بس انت لو نزلت بالسكواد المظبوط والاختيار والخطه تقدر ان شاء الله تكسب.